ابنك بطل رياضي، تعالي اقول لك ازاي. ازاي يا كابتن تكون الرياضه او ممارسه الرياضه لطفلي تساعده على النمو بشكل سليم، وازاي اقدر ان انا اختار له الرياضه المناسبه ليه اللي من خلالها برضو يكون بطل ويكون يعني ليه بطولات ويدخل بقى مسابقات والحاجات دي. اختار لابني ازاي الرياضه وازاي ان هو يمارس رياضته سليم. طيب بصي السؤال، الجزء الاولاني السؤال حلو جدا. الجزء الثاني بقى انا يعني كنت عايزه اتكلم في البوينت دي. كل الناس بتدخل دلوقتي اولادها للتمارين سواء سباحه سواء كوره عشان انا عايزه اشوفه بطل، مع ان مش ده الصح. انا مش لازم اكون بطل في لعبه، انا بلعب رياضه علشان صحتي ولياقتي البدنيه. مع الوقت انت هتكتشفي ان انت عايزه تلعبي لنفسك بس، انت مش عايزه تعملي حاجه غير ان انت تمرني جسمك بس. اما تعرفي يعني فوائد بالظبط، اما تعرفي فوائد الرياضه وتاثيرها على صحتك وعلى نفسيتك والشيب بتاع جسمك ولياقتك، وما تكوني مثلا في سنك يعني مثلا واحده زي حالاتي الحمد لله داخله في سن ال40، فانا بشوف بنات عندهم 20 سنه يعني الحمد لله انا يعني لياقتي اعلى منهم بكتير. فلما بتشوفي الفوائد دي بتحسي ان انت لا، انا لازم العب رياضه بغض النظر بقى اي لعبه، مش لازم اكون بطل. فبلاحظ اليومين دول الامهات تجري ورا العيل، اصل انت لازم تخش والبطوله، وعاملين هاله كده غريبه. هو الموضوع ده حلو وبيشجع وجميل، بس مش شرط ان كل الاطفال يبقوا ابطال زي كده، اللي هو لازم كل العيال تطلع دكاتره، لازم كل العيال تطلع مهندسين. مش اساسي يعني خالص، وما نضغطش على اولادنا في حاجه زي كده. بالظبط، دي الحته بقى اللي انا عايزه اقولها. انا بلعب ابني رياضه علشان انا عارفه اهميه الرياضه وعلشان نموه بشكل سليم زي ما انت قلتي. كلنا لا نختلف على اهميه الرياضه لجسم اي شخص، من اول الطفل من اول سنتين لحد ال100 سنه، كلنا لازم نمارس النشاط الرياضي بغض النظر بقى. انا هختار لك لعبه انت هتبقى فيها بطل مش هتبقى فيها بطل، انا جميع الاحوال عايزاك تلعب رياضه. طبعا احنا بنبدا من امتى؟ السن من سنتين لو هو استيعابه كويس، استيعاب الطفل كويس تمام نقدر نبدأ له. مش قد كده ولسه مش قادر او متأخر شوية نبدأ من سن 3 سنين. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن ابدأ بيها؟ احنا عندنا انا دايما بحب البنات تلعب العاب بنات والصبيان تلعب العاب صبيان. يعني الصبيان او الولاد كرة القدم بيحبوها جدا، السباحة للاتنين حلوة جدا، والسباحة من الرياضات اللي اصلا بتشتغل على التمارين الهوائيه اللي بتنمي عضله القلب والرئتين، وبتشتغل كمان على تمارين المقاومه اللي بتنمي العضلات، بتشتغل كويس قوي على الابر بادي وقوه الظهر. فدي من الرياضات اللي انا بحبها انا شخصيا، للبنت والولد. عندنا بقى نروح الجانب طبعا الكيك بوكسنج والكاراتيه، هي رياضات عنيفه شويه، بس الناس متخيله انه عشان هي عنيفه فانا ابني هيطلع بيضرب، لا بالعكس، ده هي بتطلع الطاقه للولد. يعني بدل ما يقعد يضرب زمايله في المدرسه بتاع، لا ده هو بيطلع الطاقه اثناء التمرين. وطبعا الكابتن الشاطر بيعرف يهندل ده ويخلي يوظفها بالظبط. وخلي بالك الرياضه كمان بتنمي عندك روح ان انا لا يعني انا بضرب بس عشان ادافع عن الناس. هو الكابتن بقى الشاطر هو اللي هيقدر يخلي يعني الطفل يعرف ازاي يوظف بالظبط الرياضه دي حاجه ايجابيه مش سلبيه يعني. بالظبط. وفي المجال ده، المجال الرياضات اللي هي البوكسنج والكاراتيه والحاجات دي، في مدربين كتير جدا موجودين شاطرين في الساحه يعني. طبعا والسباحه في مدربين برضو معروفين شاطرين جدا. عندنا بقى الجانب بقى الانثوي شويه، الباليه والجمباز. انا احب دايما، انا بشوف يعني بيودوا ولادهم الصبيان باليه وجمباز، بس انا نفسي كده ماهر احب ان البنت هي اللي تلعب باليه وجمباز، لان دي رياضه مرونه، وانا مش عايزه من الولد المرونه، انا مهاره مرونه واتزان وكده. انا عايزه مش عايزه من الولد المرونه، انا عايزه من الولد القوه، وعايزه من البنت المرونه. فانا بنمي بقى فيه نفسيا من وهو كمان صغير. يعني وانت صغير انت ولد فهتلعب العاب الصبيان، وانت بنت هتلعبي العاب البنات. جميل قوي ان هو يلعب جمباز وباليه وفي ابطال فيهم وكل حاجه، بس يعني ايه، دي وجهه نظري الشخصيه. يعني ما اعرفش، يمكن بحس انه لا، الولد احس انه هو ممكن كاراتيه، ممكن سباحه، ممكن يلعب كره قدم حلوه جدا. يبقى انا بقى كأم اختار ازاي؟ زي ما انا قلت، انا تفضيلاتي الشخصيه. يعني انا في السن الصغير ده 2 أو 3 تفضيلاتي الشخصيه، انا شايفه ان الصبيان يتجهوا
الاتجاه ده والبنات يتجهوا الاتجاه ده. وبرده يعني دي رؤيه الام والاب في النهايه، وانت برده بتشوفي الطفل عندك يعني ايه. في طفل كده بيتشقلب، يمكن لما قعدت معاكي قلت لي بنوتاتي بتتشقلب ومش عارفه، قلت لك وديها جمباز. فانت بتشوفي برده في مبادئ كده بتبان. مثلا لو عندك ولد تلاقيه او ماسك لك الكوره عمال يكسر لك في الشقه، فماشي نوديه حاجه زي كده. فدي بتبقى تفضيلاتك انت الشخصيه كأم بتختاري. والافضل ان انت تدخليهم في رياضتين مش واحده بس. يعني اشتغل على حاجه مثلا بتشتغل زي مهاره مثلا زي كره القدم، مهاره ومنوره وفيها خفه ورشاقه، ورياضه زي رياضه السباحه اللي بتشتغل على القوه البدنيه برضو والتنفس، او مثلا الفتنس بتاع الكيدز، في فتنس للكيدز. فاشتغل على حاجتين في نفس الوقت، وهستنى العمر معين. يعني مثلا يبدا بقى الطفل يبدا هو ليه افضلياته بقى وليه قراراته ويبدا ليه ششخصيته ويبدا يقول لك بقى انا بحب ايه. يعني انا اصحابي حتى اللي اولادهم وكده تقول لي هو ما عادش حابب القدم وعايز سله، هو ما عادش حابب. فبيبدا بقى الطفل يختار من سن معين، نبدا مثلا من 9 سنين 10 سنين يبدا بقى هو خلاص يقرر هو هيختار او هيكمل في يقول لك انا بحب كذا بالظبط. فوقتها يعني ايه بقى، ما بلاش دماغك بالظبط. ما انت حققت بطوله في السباحه ووصلنا لا عادي جدا نحوله بكل بساطه. واعرف ناس عملت كده بعد ابطال سباحه وحولوا رياضه تانية خالص. لان اصلا شخصيه الطفل بتتغير، احنا كلنا اصلا بنتغير. يعني احنا كلنا بنتغير، يعني احنا ككبار انت السنه اللي فاتت غير السنه دي، فما بالك ده طفل لسه في مرحله نمو. فهو وهو صغير بيبقى عايز يلعب وخلاص، اي حاجه يطلع فيها طاقته، فمش فاهم ده ايه وبيعمل ايه. انما لما بيوصل لمرحله كده معينه بيبقى خلاص هو اخذ القرار هو عايز يعمل ايه. وحتى لو بعد سن البلوغ كمان قرر ان هو يغير خالص ويروح جيم يلعب حديد، ما ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص. لكن انا بس كل الفكره اللي انا عايزه اركز عليها ان بلاش الام تضغط على الطفل او الابن انه لا انت حققت في ده فانت لازم تكمل في ده وانت لازم تخش بطوله، الا اذا هو كان عنده الموهبه. المدرب بقى هو اللي يقرر ده. اقنعيه بقى. بالظبط. المدرب هو اللي بيقرر ده، وهو لو عنده الموهبه واخد بطولات فهو كده كده هيكمل. يعني هو كده من نفسه اصلا هيكمل. لان انا اعرف امثله كده كتير وما شاء الله لا اهاليهم بيصرفوا عليهم جامد علشان يوصلوا ان هم يبقوا ابطال في رياضات معينه، مبسوط حاسس انه بياخد ميداليه فاكمل فيها. بالظبط كده. انما السن الصغير بقى اللي هو سنتين وثلاثه، هو احنا عايزين الالعاب الجماعيه اكتر، اللي هي انا شايف زمايلي واصحابي فاحنا بنفط وننط مع بعض، فهو بالنسبه له مش فاهم حاجه وعايز يلعب وخلاص. بتبقى مرحله ايه يعني بالنسبه للام انت جربي ده وده وده وده، وما يبقاش الموضوع فيه ضغط على الطفل.